قول لنا بقى يا عم هيثم، الارض دي يعني احنا دلوقتي في المنوفيه، في اجمل بلاد العالم، في المنوفيه، في مدبره. يعني الارض دي، يعني احكي لنا بقى عن الحياه الريفيه. طبعا احنا اول ناس بندعو للسياحه الريفيه، يعني ما فيش حاجه اسمها السياحه الريفيه مش موجوده، بس احنا اول ناس اتكلمنا عنها. يعني احنا زي ما عندنا اهرامات، عندنا الريف بجماله بمتعته بروعته اللي ما فيش حد يقدر يتخيله. طبعا الارض دي بتاعت جدك او بتاعت سيدك، تتوارث من اجيال لاجيال لاجيال. فيعني انت راجل فلاح ابن فلاح ابن فلاح، يعني توارثتوا الارض دي اجداد عن اجداد عن اجداد. فكلمنا عن الطبيعه، كلمنا ازاي انك بتحب الارض دي، الارض دي بتمثل لك ايه، كلمنا عن كل الحاجات دي عشان نوصل للناس يعني الحياه وجمالها والطبيعه اللي احنا قاعدين فيها دي. يعني قليل قوي في ناس تتمنى ان هي تقعد يوم واحد في المكان ده. الارض دي ارض الخير. ابويا الله يرحمه ورثها عن جدي حاج محمد ابو بحيري، استاذ محمد بحيري الله يرحمه. بنى جامع في الارض، يعني اقتص حته من ارضه لوجه الله عز وجل. الله يرحمه عمل مسجد. نسالكم الدعاء ليه، الله يرحمه. حافظ على الارض دي ولدعوة ربنا سبحانه وتعالى والصلاة، والناس كلها اللي بتحبه أهل المكان يحاولوا يروحوا المسجد لأن دي أطهر حتة. طب يا عم وأطيب هيثم، مكان الارض دي بتاعت إن سيدك؟ واحد يعمل مسجد في الأرض. الارض دي بتاعت سيدك يا عم هيثم ولا الأرض بتاعت ابو سيدك؟ الأرض دي بتاع جدي، ورثها أبويا الله يرحمه من أبوه، وأنا ورثتها من أبويا، وإحنا نورثها لأولادنا حتى أن يريد الله سبحانه وتعالى اللقاء. الأرض دي أرض خير. أي واحد بيزرع في أرضه النهاردة دي كرامة. الأرض دي شرف، الأرض دي عزة. اوعى تكون فاكر إن الفلاح لما بيزرع في الأرض إن دي حاجة تعره، أو الفلاح يستنقص حاجة من كرمه، أو لك ده فلاح، أو مثلا جه يتزوج واحدة تقول عليه ده فلاح أو كده. لا، ده بالعكس، ده الأرض دي هي اللي فيها الخير. الأرض دي اللي بتنتج الطعام، كل واحد بياكل منها. الأرض دي هي ينبوع الحياة. خلي بالك إن الخضرة والجمال والماء والمنظر الطبيعي ده حاجة من عند ربنا سبحانه وتعالى، خلقها لعيون الناس. تقدر تعيش يا عم هيثم من غير الأرض دي؟ يعني تقدر إن أنت تنعزل عن الحياة وتروح تعيش في المدينة زي الناس ما بتعيش؟ أنا ما أقدرش أعيش في مكان بعيد عن الأرض. حتى رائد الفضاء لما طلع فوق القمر استأنس الحجارة فوق المريخ علشان يعملها مكان يزرع فيه، علشان يجهز الخضرة فوق القمر. فما بالك احنا معانا الخضرة، معانا الجمال. فلازم الإنسان طبعا ما يقدرش يعيش من غير الخضرة دي، ولو عايش غصب عنه بعيد عن الخضرة والجمال بيبقى عنده أمل إن هو يرجع للطبيعة والخضرة والمكان الجميل. إن الأرض هي العرض. طيب الأرض دي عرض. كانوا زمان دايما اللي بيبيع أرضه يحاولوا يركبوه حمار بالشقلوب، ويقول لك عواب باع أرضه يا أولاد شوفوا العمدة. كان العمدة يركب اللي باع أرضه الحمار بالشقلوب ويزفوا الناس. إيه السبب؟ السبب إن الأرض دي هي حياته، فهو باع حياته. الأرض دي بينتج عشان ياكل منها، طالما بياكل ويشرب فده شرف ليه، بياكل من إيده ومن عرق جبينه. فلما يبيع أرضه هيقول للناس اديني، فيبدأ يشتغل عند الناس. هو كان شغال في ملكه وأرضه، فعزته وكرامته إن هو بينتج من الأرض بتاعته دي ويطلع منها الإنتاج ده. فمن عز كرامة الإنسان ما يبيعش الأرض دي إلا في حاجة واحدة بس، أو حاجتين اتنين زي ما الناس الكبار قالوا. يبيع أرضه لا قدر الله في المرض، يبيع أرضه لما يعوز يستر عرضه، يجوز بنته، يحاول إن هو يعالج نفسه، يحاول إن هو يدفع فلوس عشان يبيع الأرض دي اللي هيعمل عملية لا قدر الله. فالحاجة دي تعتبر عرض، زواج بنته عرض. ربنا يشفينا جميعا. باع الأرض عشان يعالج نفسه برضه، ده عرض لازم يحافظ عليه. فغير الحاجات دي هيبيع أرضه عشان يسكر بيها، يلعب بيها. كل الحاجات دي طبعا بتدين الإنسان في حياته وذريته. فلازم الإنسان يحافظ على الأرض دي مقابل الحياة، لأن هي الحياة وهي طعامه وشرابه. يا عم هيثم، انت بتزرع ايه طول السنة؟ يعني ايه الزرع او الناس هنا في المنوفية متعارف عليهم ايه ان هم بيزرعوا؟ بنزرع ذرة في الصيف زي الذرة الموجود ده. علشان الذرة ده غذاء للبشرية وغذاء للحيوان. حلو. يعني ده عصب اساسي. بنطلع من الحيوان. ماشي. بنطلع منه قمح. ماشي. ونطلع منه دقيق. ونطلع منه رده. ونطلع منه علف للبهايم.
حلو. المواشي. لا الاكل الانسان وبيطلع منه العيش ده. الذره ده العيش ده من الذره. يعني والعيش ده اصلا كمان يعني ممكن تجيب ذره وتخلطه بالقمح حلو. وتخبز منه عيش، اللي هو عيش الذره. العيش الذره بتاع الفلاحين. والعيش الملدن وكل ده. تمام. احسن عيش تاكله. طب يعني انت نص الذره ده بياخد زرع منك وقت قد ايه؟ بياخد 6 اشهر في الارض، ياكل منها 6 اشهر كامله. الذره بالذات. طب انا اعرف ان زمان كانوا بيزرعوا في المنوفيه هنا قطن. القطن ده كان القطن ده كان طويل التيله وكان بيتزرع هنا، وكان احسن ارض تطلع انتاج ويتصدر بره كان القطن. ماشي. واخد بال حضرتك؟ بس القطن كان الغذاء الوحيد اللي بيتزرع في الارض، لان مش بيغذي الانسان كطعام، بيغذيه كملبس. فالانسان النهارده عدد كتر في مصر والناس كتروا. لا يعني ما هو بيتزرع في اماكن ثانيه. ليه هو بيتزرع في اماكن ثانيه، ما بيتزرعش معاه حاجه ثانيه؟ يعني انت الذره ممكن تزرع معاه برسيم. ما انا هقول لحضرتك دلوقتي. القمح لما كان بيتزرع والذره غير القطن، لما كانت الناس بتزرع قطن كانت بتكسب منه كويس. حلو. فالناس اتجهت كلها لزراعه القطن علشان يكسبوا منه، وسابوا الغذاء الاساسي اللي هو القمح، الاكل. لان القطن بيروح لللبس. تمام. وبيطلعوا منه اللي هو زيت القطن، بذره القطن، بذره الكتان. تاني غير الذره. فطبعا الحكومه عملت ايه؟ الحكومه خلت بيتزرع كرنب وبيتزرع ارنبيط وبيتزرع خس وبيتزرع قلقاس. يعني الخضار كل الخضار، انواع الخضار كلها. صيف ولا شتاء؟ صيف وشتاء، في صيف وفي شتاء. طب هل في نباتات طبيه بتتزرع ينفع ان احنا نزرعها في الارض هنا؟ بمناسبه النباتات الطبيه ان جميع المراكز يعني هنا انا العلميه اثبتت ان ارض مصر خصبه جدا لزراعه الاعشاب الطبيه، زي الكراويه وزي الشيح وزي الكلام ده كله، بيتصدر للخارج، وخاصه لجميع الصيادله اللي بيشتغلوا على النبات الطبيعي. حتى لدرجه ان الافيون جابوا ليه بديل. مالناش دعوه بالافيون. حاضر. مخدرات لا يا عم عايز. حاضر. احنا ضد لا للمخدرات ولا للسياسه. ايوه الله يبارك لك. طيب. دي صناعه مش عشان نحط في البراد ده. دلوقتي الارض دي يا عم هيثم يعني هل هي بتجزي معاك انت كراجل فلاح؟ بس دلوقتي يا عم هيثم انت كراجل فلاح، الفلاح النهارده بقى يلجأ لحاجات تانية لان الارض يقول لك ما بتكسبش، ما بتربحش معاه. هل الكلام ده حقيقي فعلا ولا الكلام ده يقال بس؟ والله لو احنا قلنا ان الارض ما بتكسبش مع الفلاح او ما بتربحش مع الفلاح، ده كلام خطأ. لان ده بيبقى تأثير من الفلاح على غذاء الارض. هتقول لي هي الارض بتتغذى، اقول لك بتتغذى. تمام. الارض دي بتتغذى من عرق الفلاح، بتتغذى من دموع الفلاح، ماشي. بتتغذى من شغل الفلاح، لان الفلاح لما بيشتغل في الارض ماشي وبيغذيها بالتسبيغ وبالشغل فيها وبالحريث وبالتنفيه وبمكافحه الافات وكل ده. تمام. ويعرق فيها، فبيروي الارض بدموعه وعرقه. فالارض عاوزه خدمه، وخدمه بتيجي من الفلاح. الشغل الجديد اللي هو بيتعمل، الالات الزراعيه والكيماويات والشغل الهجين الجديد ده افضل ولا الطبيعه العاديه خالص للزرع؟ والله هي التكنولوجيا الجديده اللي ظهرت لا تقوم لوحدها. تمام. لابد ان هي بتقوم بزراعه الفلاح. ماشي. لان العامل الاساسي في التقدم بالتكنولوجيا ماشي. هو زراعه الفلاح. الفلاح هو بيستخدم الالات التكنولوجيه دي في تحسين الزرع بتاعه وفي يعني الانتاج بتاعه. بتفرق جامد. يعني الفدان ممكن يجيب لي 3.5. انت النهارده لو بتشتغل في فدان ارض لوحدك، لو انت معاك التكنولوجيا دي تزرع 10 فدادين لوحدك، فتفرق معاك في الانتاج. تفرق جامد في الانتاج وتفرق في الوقت. وتفرق كمان في نوع الثمره. طب ليه اللي احنا بنلاحظه ان الفلاحين هنا لا زالوا ما بيستخدموش تكنولوجيا في الزراعه؟ هم معتمدين على الحاجات اللي توارثوها من ابهاتهم. ليه النهارده الناس ما بتسعاش الى الصوب الاوتوماتيك، ما بتسعاش للصوب اللي هي بيزرعوا فيها زرع الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء؟ أيوه. ليه النهارده ده مضر؟ يعني يقول لك زرع الصوب ده مضر. ما انا هقول لحضرتك ماشي اتفضل. دلوقتي احنا ناخد نقطه او جزئيه. ليه النهارده الفلاح ما بيسعاش الى التكنولوجيا؟ ليه بيتنيه زي ما هو؟ الفلاح اتعود على ان ياكل كرنب، ارنبيط، خضروات، بتنجان، فلفل، كل ده
من ده زرعك يا عم الطبيعه بتاعته. ده طبعا من شجر التفاح ما شاء الله الجميل. اللي ورا هنا. فانا زارع شجر تفاح، بس بصراحه هو لسه على السوا بتاعه لسه ما طابش. ده انا جايبه من مكان تاني من واحد صديق ليا، ولكن هو موجود عندي على الشجر بس لسه ما طابش زي الشجر الموجود دلوقتي، الخوخ والمشمش والبرقوق لسه في بدايته ما شاء الله. ونقدر دلوقتي اجيب لك منه طبق لو انت عاوز، لكن التفاح لسه ما طابش على الايه، يعني على الشجر يعني. احنا ممكن نعزم المتابعين بتوعنا هنا، نجيبهم ان هم يعيشوا معانا هنا في المكان ده. يشرفونا. انت عامل اوضه فوق يعني للمبيت؟ انا عامل بفضل الله حجره خاصه للمعيشه، حجره خاصه للمبيت، عامل مكان للحمام تواليت، عامل مكان للاستراحه الخاصه، عامل مكان للمكتبه وتحفيظ القران. كل ده على بنيه خشبيه مش مكلفاني. زي بتوع المغاربه والاطفال. تمام. ان يديم عليا الصحه ويرحمنا جميعا ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.